الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هعمل حاجة سهلة بسيطة كده، خصوصا ان الاجواء النهارده كهربا في مصر. بخصوص هعمل الاول عين اليمامة بخصوص بقى ماتش الاهلي والزمالك السوبر المصري. هيبقى دمار، مصر كلها مكهربا النهارده. والبيوت كلها شدة، يعني اي حد يلاقي اي حد قدامه هيشوته. هو حر بقى، اللي يقف قدام القطر يستاهل. هنعمل بقى عين اليمامه زي ما قلت لكم. هي 800 جرام المقادير: 800 جرام دقيق، نص معلقه ملح، عايزين تزودوا الملح سنه ممكن. كوبايه الميه دي بالتدريج. انا كنت حاطه في معياري ان هحط ميه يعني مزوده، حاطه كوبايتين يعني، بس انا خدت كوبايه ونص وانتوا هتشوفوا برضو معايا. و200 جرام زيت او كوبايه زيت ناقصه نص سنتي، زي ما انتوا شايفين بشاور لكم عليها في الكوبايه ناقصه نص سنتي، يعني فوق الودن بنص سنتي برضو. بس انت عشان لو عندكم الموازين كلها دلوقتي عادة رخيصة ومتاحة في كل بيت، فاحسن حاجة الواحد يعمل بالميزان. وزي ما انتوا شايفين كده يعني نعملها ونتسلى واحنا قاعدين نتفرج على الماتش، لان هيبقى ماتش جديد طبعا، وكل واحد حسب النادي اللي بيشجعه، واحنا ان شاء الله بنشجع النادي الاهلي. وهو التوفيق للجميع، حتى لو يعني مش النادي الاهلي هنشجعهم برضو، بس احنا اهلاويين يعني. زي ما انتوا شايفين بقى هننزل بالمكونات كده ونعجن فيها حبة حلوين. وبعد كده ايه، زي ما انتوا شايفين انا بحب انزل بفانيليا، ظرف فانيليا بحبه على المعجنات. ومنه اصلا الفانيليا مش كتيره، يعني انتوا هتقول مثلا ده هتبقى ريحتها فانيليا، هي مش كتيره، هي ذره فانيليا. حتى انا فتحت لكم الكيس عشان تشوفوا. وبتبقى نصها سكر بودره طبعا، يعني مش هيديكم فانيليا مركزه. زي ما انت شايفه كده انا بحب انزل كده مش اتلتت خالص، يا دوبك بس ما خدت مني كوبايه ونص ميه. الحمد لله. انا بحب انزل بالميه بالتدريج، ما تعمليش الميه بزياده لان من دقيق لدقيق بيختلف. كده كانت خدت كوبايه ونص ميه، وبعد كده انا كملت، يعني قولي معلقتين كمان. هي طريه وجميله، بس هي محرفشه كده، او يعني مفتفته مثلا. انتوا اختاروا المصطلح بقى اللي يعجبكم وانتوا شايفين. باخد حبه ميه كده بالتدريج، يعني قيمه معلقتين بايدي كده زي ما انتوا شايفين، تنسيمه كده. بعد كده ايه بتعمليها بقى، قسمت العجينه على عشان مرتين، عشان انا عندي مشكله في الاعصاب، لان ايدي بتوجعني. وبريح ايدي شويه، يعني انتوا ريحوا برضو ايديكم شويه. بتلتيها لته حلوه 5 6 مرات كده حلوين. شفتوا طريت وجميله ازاي؟ انا بقى بجربها بقى بشوفها يعني مفتفته كده زي ما قلت لكم. لقيتها ما شاء الله عجينه جميله. انما التانية لسه ايه، هتتلت برضو زيها. بوريكم بقى ان في العجينه بتفتح من كتر اللت، بتبقى مصفره كده وبتفتح من كتر اللت. بصوا دي طريه ازاي، ديك لسه مأستكه شويه. فانتوا برضو اما بتريحوا ايدكم شويه العجينه بترتاح، بتعرفي بقى ان هي كانت عايزه ميه مش عايزه، عشان في عجينه بتقعد تديها وهي بتبقى شاده من كتر اللت، فعايزه ترتاح دقيقه. فبتهيألك ان هي عايزه ميه، ممكن ما تكونش عايزه ميه، كنت تبقى عايزه ترتاح. زي ما وريتك، بصي دي، بصي بتثبت ازاي الصباع اللي انا بعمله دي بترد تاني. فاحنا بقى هنضم الاتنين على بعض ونعملها ونسيبها على الرخامه شويه. انت بقى بعد كده لما يكون عندك، يعني عندك استريت اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، البتاع اللي بيشتغل المفرش اللي هو السيليكون. فانتوا بحط عليه، لان هنا كده الرخامه كانت ساقعه. فبعد كده لما يخش الشتاء العجين هياخد وقت كتير معاكي. هو لسه الجو احنا في الخريف او هوا جديد عشان كده ما رضيتش اطلع اشتغل فوق. فهي بس ما شاء الله يعني برضو يعني عملت الحمد لله، يعني ان هي عملت معايا، لان انا كنت مدفيه الميه. فاما الرخامه مش هتسقعها قوي يعني، مش هتبرد معاكي العجينه او يعني انت ما تغطيها. ممكن تبقى تحطي كيسه، لو مش عندك استريتش زي كده حطي مثلا كيسه تحت عشان الرخامه ما تشدش الدفيان بتاعها. زي ما انت شايفه كده. بس هو السكينه كانت جايه صغيره فانا كبرت السكينه. فانت بصي بقى بتاخدي قطعه كده تعملها رول، بتبرمي رفيع، الفتله بتاعته رفيعه قوي، عشان لما يجي يدخل معاكي ينشف بسرعه في الفرن وما ياخدش منك وقت. زي
زي ما انت شايفه. حاولي تقفلي القفلات عشان لما بتيجي تخمر بتفتح تاني، بس هو مش عارفه كل ما اقفله مش يعني هو قفل، بس حاسه ان هو هيفتح برضه، عشان كده بتك عليه. ما شاء الله سهله وبسيطه. معلقتين مش عارفه شفتوها ولا لا، معلقتين ونص سمسم او 3 معالق سمسم حسب اللي عندكم، ومعلقه حبه البركه وانا حطيت معلقه ميه، انتوا حطوا معلقه ميه عشان الميه ايه حسيت ان هي هتزيد كده مني. انا بقول لكم على كل حاجه بصراحه عشان ايه ربنا مش يحاسبني يعني. ممكن حد يقلدني ويعمل الوصفه بتاعتي يعجبه مثلا، يبقى انا بقول كل حاجه بصراحه عشان ايه يبقى في مصداقيه يعني. بتعملوا انتوا بقى مع نفسكوا كده وتكملوا كله كده، لان هي بتاخد يعني وقت شويه، حسب بقى انتوا الكميه بتاعتك صغيره او كتيره يعني. كله بقى هيبقى بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين كده، عشان ايه مش هكتر عليكم الفيديو، بس انا حبيت ان انا اعمل يعني زي ما انتوا شايفين كده كام حبه واحده. والطروف اللي تتبقى منك رفيعه حطيها في جنب العجينه من ورا، بحيث لما انت تاخدي من قدام زي ما انا باخد كده، عما تيجي تخلصي تكون ايديك ارتاحت، لان بتمط شويه، بتبقى عامله زي العجينه المأستكه، مش بتعمل معاكي، مش بتفرد معاكي. والاسترتش مديها طراوه ومغطيها، ومديها طراوه مخليها طريه العجينه، فانت غطاها باسترتش بكيسه، دنها بقى ماشيه معاكوا حلو. انا قلبتها عشان بحس ان الناحيه الشمال مش بتبرم قوي يعني معايا ايديا يعني. انتوا بقى حاولوا بقى لما تعملوا تفتحوا اللي يعني تكبروها شويه، عشان لما بتيجي تخمر الدايره بتقفل، بتريق العجين بيريح وبتخمر. وحاولوا ما تضغطوش جامد عشان ايه ما تضيعوش لفه الرول بتاعتكم اللي هي اللفه دي، عشان ما يعني لانها ثابته على شكلها. انا بقى جت على الشباك يا اختي، جت يا ماما على الشباك ومستخسره يعني عايزه انفض الشباك ومستحرمه والله ارمي اشيلها زي ما انتوا شايفينها في الفيديو. انا كده كنت مصورها لكم من ورا الستاره من بين الشباك والسلك، ضرفه السلك والشيش، وعماله المكان ضيق. سبحان الله يا رب. صوتها جميل، بتجيلنا الساعه 8 الصبح. احنا بنصحى من اذان الفجر، بنصلي الفجر يعني ونقعد او نشوف ورانا ايه نعمله، هي بتيجي 8.
زي ما انتوا شايفين بقى ان انا الخمر ده وهدخلها الفرن. بتولعي النار والفرن الغاز، وبتسيبيه يعني تلت ساعة كده او حاجة يسخن، وبعد كده بتروحي حاطة عليه يا ستي ايه، حاطة صينيتين او صينية حسب ما انت بتحطي، وبعد كده بتوطي النار عشان ايه من المية اللي جوه البقسماط تتبخر بسرعة، ومنه يطلع معاكي مقرمش وجميل زي ما انت شايفاه كده. هو في 3 بس اتحرمشوا مني، وزي ما انتوا شايفين اهو. كده كان لسه بعمله يعني. ما شاء الله كان ناشف وجميل وحلو قوي قوي. وزي ما قلت لكم مع كوبايه شاي بقى ونتسلى كده ساعه الماتش، وخصوصا ان الشتاء دخل بقى والاجواء كلها الهوا اللي شغال الايام دي خريف وشتاء بقى ورا بعض. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بتنكسر وبتدوب، يعني مقرمشه وناشفه ودايبه. ولايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وربنا يوفقنا في الماتش النهارده. انا كنت بشيل المهري عشان خاطر يعني تشوفوا بقى بقيت هما دول انحرقوا بس من الجنب، كانت الصينيه جنب